السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد العصير ديال التفاح والحامض كيجي زوين. اول حاجه كناخذ 4 ديال التفاحات يكونوا متوسطين، ما يكونوش صغار، يعني متوسطين في الحجم ديالهم. كنزيد عليهم واحد المعلقه ديال الخل في الماء، وبعد ما كنت غسلتهم مزيان عاد كندير لهم الماء والخل وكنخليهم واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنشللهم وكنعاود نغسلهم مزيان ونسقطرهم وكنقطعهم. كنحيد ليهم دوك الشوائب اللي كتكون شي حاجه لاصقه ولا شي حاجه مضروبه، والقلب حتى هو كنحيدو. ناخذ كسرونه ونقطع فيها التفاحات اللي عندي قطع صغيره باش دغيا يطيبوا لينا. من بعد نزيد نص لتر ديال الماء على دوك التفاحات اللي قطعت. ناخذ الحامضه اللي عندي كونجلي وغادي نحيد ليها القشره ونحيد حتى ديك الطبقه البيضاء، نحيدها كلها. دابا الحامضه ملي كتكون في الفريغو كتكون ساهله انك تحيدي ليها ديك الطبقه البيضاء اللي فيها. هذا المقدار اللي عطيتكم ممكن ديروا فيه 2 حامضات، ولكن انا كندير فيها غير وحده باش ما يجينيش حامض بزاف ونضطر انني نزيد السكر كتر. ضروري انكم تحلوا الحامضه من الوسط وتقلبوها الى فيها العظم تحيدوه، حيت هذاك العظم كيدير المروره في العصير. تقلبوها مزيان من العظومه، هذه ما فيهاش بزاف. من بعد غندير الكاسرونه فوق العافيه حتى يطيب لي التفاح مزيان. تقريبا نخدم عندي شي ربع ساعه هكاك. غادي نغطيه وندير عليه عافيه مهيله حتى يطيب على خاطرو باش يجي رطب. هنا بعد ما صافي تسلق ليا خليته برد واحد 2 دقائق، وغادي نديرو اما ترموميكس اما مولينكس، المهم اي روبو عندكم. غادي نزيد عليه 80 غرام ديال سنيده، ممكن ديروا 100 غرام، ممكن ديروا قل اولا كتر. وغادي نزيد اطرو ديال الماء، ما تزيدوش الماء كتر، كاين اللي كيدير اطرو ونص، انا درت غير اطرو ديال الماء يعني بارد، الماء ديال الشريب عادي صافي. وغادي نطحن على سرعه 10 حتى يطحن ليا مزيان. غادي نصفيه من داك القشور اللي فيه، ولا مشات شي عضيام ولا شي حاجه، المهم داكشي ديال الحامض غادي نصفيه وصافي. ونديرو في القرعه ديال الزاج وندخلو للثلاجه يبرد. تقريبا هذا المقدار خرج ليا 2 لتر لاروب ديال العصير. وهذا هو العصير ديالنا، كيجي زوين ومنعش الصراحه. كيجي دابا راه باقي سخون، ولكن في الثلاجه راه كيختار واحد شويه. كيجي زوين، ممكن نقدموه لوليداتنا ولا نشربوه هكا في رمضان مع الفطور. كيجي زوين احسن من المعلبات، حيت كاين اللي كياخذ العصير ديال المعلبات. من الاحسن يدير هادشي في المنزل ديالو، كيكون عارف شنو داير فيه، وبالصحه والراحه.